السي المونتاج طلق لينا الفراجه. هذه المصيبه اللي طاحت علينا يعني كنت نستنى كلش الا هذه. وراكي الدوله الجزائريه راح حبستي لنا الدم في رصاننا وحبستي لنا الدم في ركايبنا ودرتي لنا خلل هنا في السيرفو تاعي. هاي ليك ما عطاولو دركا مكتب جهوي كما كاين هنا في فرنسا في اوروبا، مدياتو فرنسا وفي افريقيا داتو المروك. وراه الصادي وراه الكولاسه وراه ما كان والو. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ الجزائريه قاعده تتفرج، ما فهمناش شكون اللي راه يحكم في البلاد هذه. هذا واليوم شوفوا التبهديل راه صاير. مكتب جهوي تاع الفيفا في المروك. ها المروك قلتوا باللي راح ينحوا كوب دافريك. انا فرحت كوب دافريك ينحوا لنا كوب دافريك. لا زادوا حلوا لها بيرو قالوا لنا نتوما هضروا وحنايا نخدموا. غير برد يا صفيه، حنا زعما راه صحاب لينا درنا معاكم غير مزيان بلاصه ما تبقاوش تمشيو تجريو حتى لسويسرا باش تحتجوا على الفيفا يعاودوا لكم الماتش. دارت لكم مقر في الرباط اش وليو تجيو الرباط. عرفتي هذيك القضيه ديال عاودها الرباط راه هي اللي دارت لهم الفيفا وداس. عندنا في الجزائر والحمره والبعره نهار كامل نقول لك المغاربه يبوسوا اليدين. يبوسوا اليدين، هما يبوسوا اليدين وانتم تبوسوا القيعان. كي خشيت المغرب خلعت يا جدك صراحه راحه يا خاوتي. واحد يقول القوه تاع المخزن، القوه تاع المروك. انا القوه تاع اختك، انا القوات. انا الحقيقه نهضرها كما هي. يا ترانات عندهم وحده ترانات في المروك اقسم بالله سخانه كليماتيزير الحطه في 94 كانوا عندهم ترانات بالكليماتيزور. وتقول راك في طياره يا جدك، راك في طياره هك يدير هك نظافه يمشي بتريسيتي لا يلوث البيئه. في الجزائر يا خاوتي تركب في الترام من الخروب حتى السكيكدا يشبعوا فيك خبط بالحجر. تخيلوا معايا دابا اي حاجه غتحتاج الدوله الجزائريه تصاوبها في الفيفا اش غيقولوا لها؟ سيري للرباط. الاتحاد الجزائري عنده شي اوراق بغى ليغاليزيهم، هبطوا للرباط. الدوله الجزائريه عندها شي اوراق بغات تدفعهم للفيفا، سيري للمكتب ديالنا في الرباط. بغينا ندفعوا شي دوسي هبطوا للملحقه ديال الرباط. ناري خيبه اللي معاود غيولي صادي يشد الطياره حتى هو ويجي يشد النوبه ويجلس في لاصال دريسيبسيون ديال المطار. علاش؟ باش يمشي يدفع الوريقات ديالو في الرباط. مروك يا اخو بيوتيفول. سائحة أجنبية هنا في المغرب في الصويرة واقفة تصور على البحر، وقع الأنسيال يسميه الجورميت بتاعها وقع في البحر، فوقفت زعلانة لأنه هدية من أمها. فواحد مغربي قال لها استني أنا هجيب لك اللي يجيب. اتصلوا بشاب اسمه عبد الرحمن بيعمل فيديوهات جميلة جدا، هحط لكم حسابه هنا. اتصلوا بيه قالوا له ده واحدة سائحة وقع منها الجورميت. قال لهم ماشي، خد عدة الغطس وقام رايح غاطس جابوا لها وطلع. فابتهجت جدا ونشرت الفيديو سعيدة بهذا. فتحية لهذا الشاب اللطيف الظريف، الشاب المغربي على حق. تحية لاخونا عبد الرحمن، عاش الرجال عاش. نزل جابوا لها، شوف الفرحة، قالت له هو نزل جابوا لها من البحر. ده شيء جميل جدا، وانا شفت مواقف زي دي كتير. انا شخصيا شفت مواقف كتير مع المغاربه وده يجبرك انك تحبه. فجت تديله فلوس قال لا 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 ومش. لا تخرج من الفيديو قبل ان توجه تحيه لعبد الرحمن وتقول عمار يا مغرب. يلا الاخوان اللي باغي الصلح مع العالم الاخر يصبعوا بقاو كيدوروا تعزلوا افريقيا وتعزلوا عالميا. عاد جاو قال لك اسيدي بغينا الصلح مع المروك. اسيدي حنا نفكروا بالمنطق، اشنو غنستافدوا حنا كمغاربه من الصلح مع العالم الاخر؟ القضيه ديال القياطنه والعجاج حسمات لصالح المغرب، الصحراء مغربيه، ندوزوا للكابراناج عندهم المشاكل مع الحدود ديالهم كامله، مع مالي مع النيجر مع ليبيا. واجي اصلا هذاك النيف اللي عندكم واش غديروا فيها صاحبي؟ لا تصالحوا مع المغرب غتخلوا على النيف. اين عندي دولة مراكش الشيء اللي راكم ديروا فيه في الجزائر والله ما نسامحوكم عليه. حاطين يديكم في يد اليهود وحابين الجزائريين ينفجروا يقسموا بلادهم. حابين انتم هذاك حابين تنوض حرب اهليه في البلاد باش انتم تجوا هات بشار هات تندوف هات تمرست هات كذا. والله ما تدوهم، والله ما شبر ما تدوه من بلادنا. والله توصل مصاد. خلينا من التدريس هذا. حفيد الدراجي يتعاطى الكلى على الهواء مباشرة. الدراجي ضروري خصنا نوصلوه للعالمية. ايوا يا المشاهدين، هاد السيمانة هادي غيدوزها مع المغاربة
فوق احسن عماريه. البارح فاش كان كيعلق على ماتش الريال شدوه متلبس مع الكاله ديالو. ايوا دابا عاد عرفنا الالهام السياسي منين كان كيجي. حفيظ الدراجي معلق القناه القطريه بين سبورت يتعاطى المخدرات من نوع الكاله في الملعب وعلى المباشر. واحد الملاحظه، راه في العالم الاخر كيقولوا الكاله الشمه، واخا كيديروها في فمهم مسمينها الشمه. راكم عارفين 10 في عقل. احباب ديالي ما تنساوش اللايك والبارطاج، واللي ما مشاركش في القناه يشارك. وشكرا لكم بزاف بزاف. وطن جزائري نعبر ونقول بلي ما رانيش راضي، ما رانيش راضي. محطة دي زد مانيش راضي. دولة مدنية ماشي عسكرية، يسقط حكم العسكر، الحرية لجميع سجناء الرأي. حول المحطة 10 ما رانيش راضي. من المحطة 13 ماناش ساكتين حتى الاخر رمق. بغيناها دولة مدنية ماشي عسكرية خاوتي. مانيش راضي. دولة مدنية ماشي عسكرية وماناش حابسين. محطة 06 مانيش راضي. محطة دي زد 16 مانيش راضي. لو قلنا محطة 16 مانيش راضي. حول 35 مانيش راضي. طاطا الجيه عقلتي فاش قلت لك بعد بشار ياتي دور طنطا مجيدو. شوفي يا طاطا انا بيني وبينك انا صراحه بغيت طنطا مجيدو يبقى في الشاشه. هي انا خليت لكم الراحه تصبحون على طوابير وكوابيس. باي. يا سيدي دابا اش غادي نسميو هاد الزياره هادي ديال الرئيس الموريتاني للمملكه المغربيه؟ ها شفتوا بعدا غير الاستقبال كي كيكون؟ شفتوا غير الاستقبال؟ شفتوا التراث؟ شفتوا التقاليد؟ شفتوا العادات؟ ها والاعلام الجزائري قال لك حنا وحنا ايواش حنا نتوما. هو ضرب لكم دابا الرئيس الموريتاني كلشي في الزيرو. انتوما دابا ما كاملش اسبوع باش رجع عبد المجيد تبون. كانوا فرحانين، قال لك ما مر. واش كتظنوا انه موريتانيا والاشقاء الموريتانيين غاديين يصدقوا داكشي اللي كتقولوا نتوما؟ داكشي كيتيقوا غير الشعب الجزائري مسكين اللي يؤمن بداكشي اللي كيقولوا. مرغم اخاك لا بطل، داكشي اللي كيقولوا ليه العسكر متيقوا. والواقع هو هذا جمي، الواقع هو هذا يا خو. يداه تعصر عسلا، إنها حكمة وهبه له الله، يكفي أن يغلق يده يتلو آيات من القرآن الكريم، يستغفر بعدها، ومن كفه وأصابعه يقطر العسل. يا سيدي يا ربي احفظ لينا هاد الجيران هادو ديال العالم الآخر من كل سوء. ترى العسل كيتقطر يا جدك، نتوما قولوها آمين أصاحبي. ما المغرب اخويتي مالو شنو مالو؟ وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح والمدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم. بارك الله يرحمك الوالدين العيجة. بص شوف الفيديو ده. ده جزائري جايبين له حبه قدامه كده بتاعه وقاعد ينقشها بالمنقاش مش عارف، وفي الاخر هرسها على جوج ومسكها في ايده ولمها حواليه مفيش كسر ولا في حاجه. بيمثل انه بينقش الزليج، وكاتبين لك الزليج الجزائري. اللي وراه دي الزليجه اللي محطوطه دي ستيكر، ومعاه غير واحده في الاخر كسرها ورماها. وتمثيل سخيف بائس ضايع تافه، تمثيل الزليج الجزائري. يا عم كل واشرب الاول، يا عم الكرامه الاول، يا عم دولة الأول، يا عم الثقافة الأول، يا عم انتوا مفيش حاجة خالص. تمثيل
قرقور. بقال لما يفوق 5 سنوات كانت فيها تحاول رد ما تقدر عليه، وبفضل الله تعالى تم قضاؤه عنها. لم نشأ الرحيل من بقالة الحسين دون أن نسدد ديون نساء أرامل أخريات لتعميم الفرحة والسرور، فوفقنا الله لسداد دين 5 نساء أخريات، بالإضافة إلى حالة سادسة خاصة، ويتعلق الأمر بشيخ كفيف يعيش وحيدا رفقة زوجته. و8 مش كازرين في الكريديو الكريديو تستخدمه في لازيزين ايش قوس. شيء بصراحة تقشعر له الأبدان، يجيب تبوريشة. لذلك لا تخرج من الفيديو قبل أن تقول عمار يا مغرب. دي الحكاية، نشوفكم على خير. لما سعر البترول ينخفض يعني الكمية العملة الصعبة اللي تدخل إلى الاقتصاد الجزائري تكون أقل، ولذلك العرض ديال العملة ديالنا يكثر بالنسبة للعملات الأخرى، ولذلك لما العرض يكثر السعر ديالها ينزل، كما البطاطا كما شيء آخر. بالنسبة إلى تونس والدول الأخرى هما تقوى لأن عندهم السياحة، كل هادو يجيبوا العملة الصعبة. يعني باش نفهمك لماذا التسعيرات ازداد أو تنخفض، هي عرض والطلب. ما تبقاش تقول الاقتصاد التونسي أقوى من الاقتصاد الجزائري وغير ذلك، ما عندوش أي علاقة بذلك، أو الاقتصاد المغربي أقوى ولا غير ذلك، لأن عندهم فائض، وهذا الفائض يجي عند طرقات أخرى ماشي غير الطريق السليم، يعني الطريق في الجزائر. عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهم. بحال البترول والغاز بحال البطاطا، ما كاينش فرق. هذا راه وزير في دولة رابع مصدر للغاز في العالم. نشوفوا واحد الفيديو. في المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح والمدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات. ما نقدرش، ما خصني نشرب الماء. يلا هكذا غلاتي، خليت لكم الراحة، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي. الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون. تعرفوا اللي يخدم أسرع روبو في العالم اليوم من قصر البخاري. أسرع روبو في العالم من قصر البخاري، وعنده القراءات 10. تزيد عندك هادي في الدوسي، اسرع سلوكيه في العالم وداز المونتاج. تقول لي انا شي ايلون ماسك ولا شي مارك مول الفيسبوك، كاين غير ناس الجلفه. وتحيه من هذا المنبر هذا الناس ديال الجلفه صنعوا اسرع روبو. مبروك على الجزائر، عاجل غدابه. سمعوا عبر القطار من وإلى وهران بشار يعود إلى الخدمة بعد انقطاع دام 4 أشهر، وقد أعطى إشارة انطلاقه والي وهران. مبروك على الإخوان في الجزائر، 4 شهور بلا تران. مبروك عليكم عودة القطار بشار وهران. مبروك عليكم أنه بعد شهور من الانتظار رجع لكم التران، واخيرا المواطنين الحمد لله غيقدروا يسافروا. ما ديوش على دوك البلدان اللي كيحبس عندهم التران ساعه كتنوض القيامه. نو 4 شهور كي والو، ما فاز الا النوامون. بشويه عليكم، علاش 4 شهور؟ كنتو تزايدوا ساينوا شي 4 شهور اخرى، واللي بغى يربح العام طويل. 4 شهور بدون قطار، واخيرا يعود القطار ويجي الوالي يدشن القطار كانه سينطلق من جديد. ما شاء الله، العالم الاخر. برازيل، موروكو، لندن تو إيبيزا. برازيل، موروكو. Currently up in the Moroccan hills. I don't know if you call it hills, but it is so cheap to get to Morocco at the minute. Our flight. Guys, today I'm gonna order some chicken breasts in Arabic. السلام عليكم خويا، لاباس؟ وعليكم السلام. بخير.
خويا افيك واخد شدير ديال دجاجة. Haul Marrakech. Alors, on commence avec un classique, des petites pochettes comme ça à 1 €. Il y a plusieurs tailles. تدخلينا الامام صاحبي بعجاله راه باقي عندنا شلاميد. نتحدى اي واحد نروحوا للمنيعه. المنيعه نسقسيو على تاريخ المنيعه في وقت الاستعمار الفرنسي. المنيعه كانت تتصدر الورد، تخيلها. ما نهضرلكش على القمح، ما نهضرلكش على الخضروات، ما نهضرلكش على الفلاحه الاخرى، نهضرلك على الورد. اذا كان النعايه ينبت فيها الورد ويتهدى كل أحد 3 الملكة إليزابيث. الطيار من المنيعة، من مطار المنيعة إلى لندن من أجل أنها توصل الملكة إليزابيث في وقت فرنسا توصل لها الورد. يا شريف، واش عرفتوا دابا علاش عندهم الناس ديال العالم الآخر أزمة في المياه؟ الناس كانوا كيسقيو به الورد للأميرة إليزابيث. اللعب هذا يضحك نبلوكيه، اللي يضحك نبلوكيه، هذا على الواه ماشي وقت اللعب. عمي تبون قد هربنا، صحيح ما لحقناش ايام الثوره، لكن عمي تبون حان الوقت ان المروك نحتلوها. عمي تبون ان المروك نحتلوها. عمي تبون حان الوقت، حان الوقت ان نضرب بيد من حديد، لا للغاز لا للكهرباء، بل يطرد إلى شعاب الجبال المترزقة مسترزقة. هادو الأديان هادو لهاك المروك لم يطيب خاطر. كاينه شي حاجه الاخوان؟ لا 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 لا, لا. بزاف على مانيش راضي وكلهم جهلوا. حتى من هاد بوبريس هذا تا هو جهل. هادشي اللي بغيتو دابا ها هو تقلق لينا عاوتاني، غيبقى يعض في هذاك اللسان حتى غيحسكو. خذ لك نفس هو بوبريس، خذ لك نفس. المغرب عندها كوب دافريك 2025 اوكي، عندها كوب دافريك 2025 واش من ملاعب؟ ما عندها حتى ملاعب. كيفاش الجزائر اللي عندها ملاعب عالميه، ملعب ميلود هدفي، ملعب حملاوي بقسنطينه، ملعب عنابه، ملعب 5 جويليا، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب دويره، ملعب حسين ايت حمد المجاهد الراحل. طب ما تقعد تقول اسماء الجزائر، يعني ملاعب الجزائر كلها احنا مالنا؟ هو حد قال لك يا ابني ما فيش ملاعب؟ يعني حد قال انه الجزائر ما فيهاش ملاعب؟ اكيد فيها ملاعب. ما مصر فيها ملاعب، وغينيا فيها ملاعب، وموزمبيق فيها ملاعب، وملاوي فيها ملاعب، وكل دول العالم فيها ملاعب. المهم الملاعب دي امكانياتها عامله ازاي. اما بقى قصه انه المغرب ما عندوش ملاعب، فجبت الكلام ده منين يا ابني؟ ما هو عنده استاد طنجه، وعنده استاد في الرباط، وعنده استاد بتاع مركب محمد الخامس اللي الاهلي بيلعب عليه فاينلز مع الوداد، ولعب مع الرجاء عليه، وملعب كويس جدا على فكره، وعنده ملاعب كتير قوي. بدليل انكم ايام جمال بالماضي ما كان بيدرب الجزائر كنتوا بتروحوا تلعبوا ماتشات في المغرب. المغرب ما عندوش ملاعب، حول ولا قوه الا بالله. سلام. بدو الزكي جنسيته منين جلول؟ مغربيه. اليوم ايميرسي فايت هو كيقول بان لابليكاسيون تعذرت عليه، وهذا مدرب غيصوت للمغرب لانه ما غينساوش كوت ديفوار بان المغرب راه كيتشاركوا معاه في لاكوب، راه قال الرئيس ديالو في الاخر مزيان. منين كنديروا حنا هذه المعطيات نبني هاد حسن النيه وسوء النيه وربط الاسباب بمسبباتها، هنا غتحل لنا لان كاينه فرضيات المؤامره بدر الدين. حنا ماشي الاعلام ديال الجزائر لا نتبنى القصص ديال الكولاسه من الوهم. هذا مدرب مغربي يدرب النيجر، كيدخل التطبيقات 4 مرات وكيتساتورا وكيتبلونطا، وتخلي عن طريق مسؤول ديال لاكاف، وتخلي عن طريق هو ذكر بالاسم مراد المتوكل لاتاشي ديال لا فيديراسيون، قال له ساعدني غير بالصوت ديالي ذهب الحكيمي. نعم. الصوت ديالو ما مشاش. هذا الا يدعو الى فتح تحقيق اين ذهب صوت الزكي. ما الذي يؤكد بان الصوت الزكي ما كانش حاسم؟ نعرفوا الزكي واش هو مفرد بصيغه الجمع ولا كانوا زكيات كثار؟ واش الاصوات اللي كانت غتمشي للحاكمي كلها تصادرت في هذه الابليكاسيون؟ ولا صوت شي واحد ما كان الزكي؟ فهذه غادي تفتح تحقيق جر الحصيره قبل مارس من هذا باتريس موتسي. انا صار لي شي 20 سنه بهالبلد هذه، ما حسيت بحالي اني انا بغربه. بلدي الثانيه، الله يطول بعمره والله يشفيه، واحسن شعب بالعالم شعب المغرب، لان نحن صحيح سوريين بس هي بلدنا. الشعب السوري عاش بالمغرب حياه كريمه، ما في اي تمييز، وبنفس الوقت فتحوا لهم بيوتهم، وعشنا بالمغرب احلى الايام صراحه. المغرب بلد رائعه، بلد جميله كثير، سبق وحكينا بهذا الشيء كثير. المغرب ما بينوصف بكلمات، المغرب بده جرائد كثيره لنوصف. وملاحظه اختي الكريمه، بالنسبه لجميع الدول العربيه افتتحت لنا مخيمات الذل
كل المغرب استقبلنا في بيوته الحمد لله رب العالمين، واحسن الضيافه ونعم الضيافه، لا من الحكومه ولا من شعب ولا من مخزن. بالاضافه الى ذلك لم انسى gis nga photo bi. Non mais cette photo là, il y a le roi du Maroc et moi. Moi, je suis ami du Maroc. Personnellement, en tant que citoyen sénégalais, je suis ami du Maroc. Cette montre-là, elle est dans ma chambre. Je l'ai enlevée tout à l'heure. C'est Hassan II qui me l'a offert. Le 5 août 1995, au palais de Bouznika. Il était mon ami. Depuis ma prime jeunesse, quand je dirigeais le cabinet Senghor, jusqu'à aujourd'hui. Comment voulez-vous que moi, je vous dise quoi que ce soit, dans ma conscience, dans mon corpus cérébral, du mal du Maroc, ou le moindre doute sur ce que le Maroc fait? Le Maroc est une grande nation, c'est un grand peuple. Sa Majesté le roi Hassan II, qui était mon ami, et son fils qui m'a rendu cette amitié. Quand le roi est parti, le 23 juillet 1999, j'encourage le Maroc, je soutiens le Maroc. Ça, c'est Moustapha Niasse qui parle en tant que citoyen libre. Le Maroc est un pays ami. Le roi est mon ami, son père était mon ami, alors j'approuve le Maroc dans ce qu'il veut faire, sans aucune réserve, c'est clair.